لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. سهل بالنسبه للفريق اولمبيك خريبكا، وايضا فريق الرجاء الرياضي فكل طرف غادي يحاول باش انه يستثمر المقابله. صباح مره اخرى الكره من جانب سعد فريد، دخول داخل منطقه الجزاء، هدف اول لصالح فريق الرجاء الرياضي. كره لعبات بشكل ممتاز، تصويبه الحارس ديال فريق اولمبيك خريبكا محمد امين الشريف ما تمكنش من ابعاد الخطوره. الطريقه اللي جات من خلال الكره هي تسديده مصوبه مؤطره نحو الشباك، والكره تلج المرمى. هدف اعتقد ديال اللاعب انور العلام. غادي نشوفوا الاعاده. عمليه هجوميه لصالح فريق اولمبيك خريبكا. ردة فعل داخل منطقه الجزاء كادت ان تقدم الاضافه. لا تزال خريبكيه بهذه الكيفيه بمحاوله يمكن نقول انطلاقه ممتازه، نشاط كيحاول يمر، يحاول يتوغل، تنفذ بهذه الكيفيه داخل منطقه الجزاء. راسيه خلف يقول الحكم. عز الدين مرور ممتاز، عز الدين ممتاز، عز الدين هذه الجرأة الهجومية والمرور امام لاعبين اثنين ويحصل على مخالفة. تنفذ بهذه الكيفية، لبيب يسدد ولكن مباشرة إلى خارج رقعة الملعب. لعبت بهذه الكيفية، محاولة، هذا لبيب زكريا. كرة لأولمبيك خريبكا تنفذ بهذه الكيفية مباشرة صوب الحارس. هدف واحد مقابل الشيء. النتيجة المسجلة إلى حدود الدقيقة 25، 20 دقيقة. هذه عملية هجومية، محاولة لصالح فريق اولمبيك خريبكا. هدف كيستافد منه فريق اولمبيك خريبكا بالشكل المناسب ويتمكن من التعديل. العفوة الدفاعية والاصرار والالحاح من جانب فريق اولمبيك خريبكا. نشوفوا اللقطة على مستوى التمرير، جاءت بهذه الصورة، تمريرة لم تكن بالشكل المطلوب. التقدم، كرة لأولمبيك، فرصة ممتازة، تصويبة والمحاولة لكن الحارس في المكان المناسب. عملية هجومية كادت أن تقدم الهدف الثاني لأولمبيك خريبكا، لم يكن هناك مباشرة. عملية هجومية، كرة لصالح فريق أولمبيك خريبكا داخل منطقة الجزاء، تصويبة، كيضيع هدف محقق ديال اللاعب محمد هوات على الصورة. لاعب كان الخط الامامي لمحاوله هجوميه لاولمبيك خريبكا. فرصه ممتازه لتسجيل الهدف الثاني. كتصبح هذه المره لصالح فريق اولمبيك خريبكا في غياب تسلل، دخول داخل منطقه الجزاء، فرصه كيضيع الهدف. بالامكان التمرير لانه لا حافظ على الكره ديالو. عمليه ديال الاختراق وفي اخر المطاف ركنيه لصالح فريق ليست بالسهله. ونقترب من نهايه هذه المقابله. كره تنفذ ومباشرة صوب الحارس. قلت نقترب من نهاية الشوط. لا محاولة ولكن كضيع إلى خارج الخط الخلفي للملعب. اعتماد على الكرات المطولة للأمام لفرصة انسلال ممتاز، والهدف لصالح فريق اولمبيك خريبكا بهذه الكيفية. 2 مقابل 1 تغيرت النتيجة. ينطلق بشكل سريع محمد قسو ويضع الكرة في الشباك معلنا عن تاني الهدف. 2 ديال الأهداف مقابل هدف واحد. طريقة جيدة، اختراق، دخول داخل منطقة الجزاء، وبعد ذلك ركن الكرة بهذه الصورة بتصويبة بهذه الكيفية. عملية الانطلاق، محاولة اختراق والدخول داخل منطقة الجزاء ولكن كانت تغطية. يسرى الآن عملية هجومية، محاولة تمريرة ما كملاتش. زكريا لبيب حاول يتعامل مع هذه الرجاء، يضغط، محاولة تسديد بعيدة إلى خارج رقعة الملعب، ضاعت له. تصبح للرجاء فرصة ممتازة، كرة ديال الهدف بهذه الكيفية. يراوغ، يصوب ولكن كورته فوق المرمى بسنتيمترات. حاول جيدا، قام بالمراوغة، بحث عن السبيل للتسجيل. سيستقبل فيها فريق رجاء بني ملال فريق النهضة البركانية على مستوى منافسات كأس التميز بعد ما خاض كل فريق 4 جولات.
هنا محاولة، هنا التصويبة. ماذا يقول حكم اللقاء؟ ركلة جزاء. إذن بالفعل كان يشارك فيها فريق نادي رحال بالبيضاء. هنا يتمكن من زيارة الشباك وحداني. آدم يتمكن من افتتاح حصة التسجيل من علامة الجزاء في حدود الدقيقة 20 لصالح فريق النهضة البركانية. لأن الكرة الثابتة هي من كانت لديها الكلمة الفيصل فيه بفريق ممزوج بين الأمل والفريق الأول، والفرق التي تلعب بفريق الأمل مدربيها يلعبون بنسبة كبيرة باللعب المفتوح رياضي. انتهت ب4 مقابل 3. فرصة هدف ثاني للنهضة الرياضية البركانية في الوقت الذي خرج فيه فريق رجاء بني ملال بحثا عن التعديل. نسي للحظة الخط الدفاعي والمهمة الدفاعية، لكن فريق نهضة بركان لم ينسى المهمة الهجومية ولم ينسى استغلال مثل هكذا فرص. هجمة سريعة تمكن هنا المحاولة الإمكانية البحث عن التصويب، لكن بعيد الكرة الماضية عن طريق الزيادة لفريق النهضة البركاني انه يضيف هدف ثاني، لانه خروج من ارتكانك الدفاعي. فرصة الهدف الاول لصالح فريق رجاء بني ملال. لغة الاخطاء هي الحاضرة في هذا الشوط الاول. خطأ في التمرير وهدف تقليص الفارق، ويتنفس السعداء عبد الحق أيت عارف انطلاقة بهكذا طريقة عن طريق اللاعب أمين الشرف. التصويب من أمين صديقي صواب. تسديدة كانت عن طريق وليد محروس، وتدخل كان حاضر من شنال بعد تقليص الفارق. مراوغة جميلة مرة أخرى، فرصة والإمكانية. فريق رجاء بني ملال استفاق متأخرا وينصب نفسه رجل الجولة الأولى في صفوف الرجاء الملالي. كرة سهلة عند حارس المرمى يحيى سيداوي، تلعب الكرة. الفرصة والهدف. هدف التعديل لصالح فريق رجاء بني ملال عن طريق أمين شرف. أمين الذي ينصب نفسه رجل المقابلة بهدفه الثاني في هذه المباراة. هدف في كل شوط بالنسبة لأمين شرف، وتعود المباراة لنقطة البداية من جديد. أمامنا فرحة الجماهير الحاضرة في المدرج أجل أن يقر مشروعية الهدف من عدمه أيوب شرحبيل، والهدف مشروع ولو أن كانت لا تتطلب هذا الوقت. كل اللقطة الماضية كانت واضحة